زي ما انت عارف اللي احنا هنا في الدنيا بنعمل الحاجات اللي الله عز وجل امرنا بيها، وبرضه المفروض ما نعملش الحاجات اللي ربنا عز وجل نهانا اللي احنا نعملها. فاحنا هنا كده في الدنيا بكل بساطة لازم جايين موكلين اللي احنا نعمل الحاجات دي وما نعملش الحاجات دي. فانت لو عملت الحاجات اللي ربنا عز وجل امرنا اللي احنا نعملها زي الصلاة والصوم والزكاة وكل حاجة وحج البيت وصوم رمضان وكل ده كله، فاهم؟ انت لو عملت الحاجات دي هتاخد حسنات، ولو حسناتك دي اكتر من سيئاتك الحاجات اللي ربنا نهانا بيها، حسناتك دي هتدخلك الجنة. جنة انت عمرك ما تخيلتها ولا هتتخيلها، واحسن من اي حاجة شفتها في حياتك. وبرضه لو عملت الحاجات اللي ربنا نهانا اللي احنا نعملها، الحاجات دي هتدخلك النار. النار دي اللي هي برضه عمرك ما تخيلتها ولا هتتخيلها، ومش عاوز مش عاوزك تشوفها اصلا، فاهم؟ فايه اللي هيحصل بقى لو انت عملت حسنات قد السيئات دي؟ اوعى بقى، يعني انت دلوقتي عملت 500 مليون حسنة و500 مليون سيئة، ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه هيكون مصيرك؟ هتخش النار ولا هتخش الجنة؟ فاهم؟ انا جاي النهارده بقى اشرح لك كل حاجه بالتفصيل عن انت هتخش النار ساعتها ولا هتخش الجنه، وكل حاجه بالدليل من القران الكريم ان شاء الله. دلوقتي عاوزك تكون عارف اللي انت لو حسناتك اتساوت مع عدد سيئاتك، اتذكر في القران الكريم اللي انت هتكون من اصحاب الاعراف. ايه هم بقى اصحاب الاعراف دول؟ الاعراف دول بكل بساطه بتكون سيئاتهم على قد حسناتهم. والاعراف دول بيكونوا في مكان بعد ما يعدوا بقى من الصراط المستقيم وكل حاجه، بيكونوا في مكان اسمه الاعراف. المكان ده بيكون هنا الجنه وهنا النار. انت بتكون في النص على سور كبير كده شايف النار وشايف الجنه. يعني انت تخيل بتكون شايف اللي دخلوا الجنه خلاص بعد العذاب اللي شافوه في الدنيا والابتلاءات وكل حاجه شافوها في الدنيا، خلاص بقى ربنا دخلهم الجنه برحمته ودخلوا الجنه وكده. انت شايفهم مش عارف تكون معاهم. في نفس الوقت شايف من الناحيه التانيه، شايف النار وشايف عذاب النار اللي انت عمرك ما هتتخيله، وشايف الناس اللي بتشيوا في النار بسبب الحاجات اللي انت عاملها. وانت ولا داخل النار ولا داخل الجنه في نفس الوقت. ايه اللي بيحصل لك بقى بعد الخوف والتوتر ده كله؟ تخيل انت في الموقف ده مش عارف تخش النار ولا عارف الجنه. في الموقف ده ربنا عز وجل بيدخل اصحاب الاعراف دول الجنه برحمته، وده ذكر في القران الكريم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اتمنى تكون عرفت كل حاجه عن اصحاب الاعراف. وقبل ما تخلص الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وصلي على النبي. وكل يوم فيديو الساعة 4، يعني بكرة تيجي تتفرج على الفيديو بتاع الساعة 4 ده. كل يوم فيديو الساعة 4. كان معاكم معاذ محمود، سلام.